بالميه باللون الاخضر وبالسماء بالجبل، ان ده مش هيكون ليه تاثير بصريا على اللون او على العمل الفني بشكل عام. فعايز اقول انا يعني اقدر اقول ان الاقصر ورطه. الفن الفرعوني يعني كله محشود، الحاجات متقسمه شرايح وكلها فيها رسم يعني، فده قريب من اللي انا بحبه. التركيبات اللي هي عناصر جنب بعض، مش حاجه مثلا ما فيهاش حشد يعني للعناصر، فده اثر فيا جامد جدا طبعا، اني اشوف ازاي التركيبات بيعملوها والحلول اللي بيلاقوها السهل الممتنع، فطبعا حاجه عظيمه جدا. الأقصر لها سحر، وسحر موحي وملهم، وانا اعتقد ان ده اهم ما فيه. غير ان تجربة الملتقى تطرح فكرة إنسانية مهمة، حيث يؤكد كل فنان الملتقى القادمون من أكثر من 20 دولة أن الملتقى نجح فيما لم ينجح فيه السياسيون في التقريب بين الشعوب المختلفة. يعني شيء جميل يعني، فهو ده المطلوب يعني. احنا حتى يعني الهدف حتى من الملتقى ليس مجرد انه انتاج اعمال فنية بشكل ما، بقدر ما هو تواصل الانساني واشاعة روح المحبة، وانه الفنانين بيعرفوا بعض، لانه الفنان التشكيلي الفنان شخصية عالمية يعني بالطبيعة يعني. جميل وشيء رائع ان هم يعني بيخرج هنا. احنا عندنا 25 فنان، كل واحد خارج يعني هينتهي المشروع وهو عنده 25 صديق، وعنده 15 علاقة شخصية مع فنانين من 15 دولة. إن ما يطمح إليه الملتقى هو إعادة إحياء مرسم الأقصر، بحيث لا يقتصر على الفنانين المصريين، ولكن يستضيف فنانين عالميين، بحيث يتحقق الاحتكاك الحقيقي بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم بمدينة الأقصر، وليصبح هناك متحف للفن المعاصر يشكل إضافة سياحية هائلة، ليؤكد مقولة الفنان فاروق حسني في افتتاحية الملتقى الأول: إن الأقصر مدينة الجمال والفن والتاريخ، ستصطحب أبناء هذا الجيل لعالم من سحر الماضي ووهج المستقبل.